في حالة انهيار، وتحدثت بصعوبة وقالت: دق الباب، ولما فتحت وجدت 3 رجال قالوا إنهم من شركة الغاز، وفجأة دفعوا الباب ودخلوا، وجريت نحو غرفة النوم فلحقوا بي وكتموا نفسي ووضعوا لاصقا على فمي وهددوني بالقتل. وأضافت أنهم ضربوا حسينا وربطوه، وبعد ذلك فتشوا الشقة وسرقوا المال من الدولاب وخلعوا الذهب من عليها وأخذوا شاشة التلفاز، كما أنهم غيروا ملابسهم بملابس حسين لأن ملابسهم كانت ملطخة بالدماء، ثم خرجوا. وفي سؤال أطفال المجني عليه هل شاهدوا شيئا؟ جاءت الإجابة: سجلت الشرطة أقوال رشا وأولادها، وتم رفع البصمات التي كانت في المكان، ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة، فيما نزل رجال الشرطة إلى الشارع وبدأوا بسؤال الجيران عن سماعهم أو رؤيتهم لأي أحد، فأكد الجميع أنهم لم يسمعوا شيئا سوى قلة من السكان الذين سمعوا صوت استغاثة، لكنه كان مكتوما ولم يستطيعوا تحديد مكانه. وصرح أحد سكان المنطقة بأنه رأى رجلين يخرجان من العمارة ومعهما شاشة تلفاز وحقيبة، ولكنه لم يشك أنهما لصان. أما الأمر الذي لفت أنظار رجال الشرطة فكان كلام أهل حسين بأن زوجته رشا هي من قتلته. وبعد أخذ أقوال الجميع توجهوا إلى قسم الشرطة برفقة رشا وأهل حسين لتسجيل أقوالهم في محضر رسمي، وبدأوا باستجواب رشا لأنها تعد حسب الأقوال أن ضحايا الحادث، وأصرت على أقوالها، إلا أن أهل حسين صرحوا بأنهم يشكون في رشا، وذكروا أنها في ال3 سنوات الأخيرة كانت تثير المشاكل مع زوجها، ونصحوه مرارا بطلاقها لكنه رفض خوفا على أولاده. بدأ رجال المباحث في إجراء التحقيقات وجمع الأدلة وتفريغ كاميرات المراقبة في مناطق سكن المجني عليه، وظهر من خلالها شخصان دخل العمارة وخرجا بعد 1:10 دقائق، وهما يحملان المسروقات، وملابسهما قد تغيرت، ولكن وجهيهما كانا مغطيين بشكل جيد، والمفارقة أنهما شخصان فقط وليس 3 كما قالت رشا في أقوالها، وكان هذا أول لغز في القضية. أما اللغز الثاني فجاء من شهود العمارة الذين أكدوا أن بوابة العمارة دائما مغلقة، ولكل ساكن مفتاح خاص به، مما يشير إلى أن الدخول كان بمساعدة أحد السكان. واللغز الثالث هو أن كل الجيران أكدوا أنهم لم يسمعوا أي صوت صراخ وقت الجريمة، وهذا يخالف رواية رشا. واللغز الرابع والأخير أن زمن نزول ابن رشا للاستغاثة كان بعد خروج الجناة بنصف ساعة، وهو وقت كبير نسبيا. أما تقرير الطب الشرعي فقد جاء فيه أن المجني عليه حسين تعرض ل18 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده، وأصيب في رأسه جراء ضربة بأداة صلبة، مما يشير إلى أن الدافع لم يكن السرقة فقط. وبسبب كل تلك الألغاز كانت رشا هي أول من تم الاشتباه فيها. وفي نفس الوقت وصلت تحريات المباحث إلى معلومة مهمة، وهي تردد شخص غريب على العمارة في الفترة الأخيرة، وبفضل ذلك تم إعادة استجواب رشا وفحص هاتفها، وبالفحص تبين وجود مكالمات ورسائل بينها وبين شخص يدعى محمد سعيد. الرسائل تضمنت صورا غير لائقة وكلاما غراميا، ومن هنا تحولت رشا من مجني عليها إلى جانية تمت مواجهتها بكل الأدلة الجديدة، ولم يكن أمامها سوى الاعتراف بكل شيء. قالت رشا: عمري ما أحببت حسين، وأمي هي من أجبرتني على الزواج منه، ومنذ يوم الزواج الأول وأنا أعيش في قهر وحزن. رأيته غشيما وشكوت لحماتي فوعدتني أنها ستكلمه، وبعد ذلك تحسن الأمر، ولكني لم أنس ما حدث. وتابعت رشا: بعد أن أنجبت أولادي ال3 لم أعد أستطيع التحمل، وطلبت الطلاق من حسين لكنه رفض، فبدأت في تجنبه ومنعت من كل حقوقه الشرعية، حتى الأكل لم أعد أعده له، وكان يضطر أن يشتري الطعام الجاهز لنفسه، وعلى الرغم من ذلك لم يرد أن يغضبني وتجنب المشاجرات وألهى نفسه في العمل، وأنا بدوري أضحيت ملتصقة بالهاتف كل الوقت. واستمر هذا الوضع لمدة 3 سنوات، إلى أن جاء يوم وكانت رشا تتصفح موقع فيسبوك
وقامت بالتعليق على أحد المنشورات في مجموعة تشارك فيها، فجاءها رسالة خاصة من شخص يدعى محمد سعيد، فبدأ بالحديث معها، وما إن رأت رسائله حتى ردت عليه، وعرفت أنه من مدينة طنطا ويبلغ من العمر 41 عاما ويمتلك ورشة خراطة. ومن هنا تطورت العلاقة وأصبحا يتحدثان ليلا ونهارا. وبعد أيام قليلة طلبت رشا من محمد أن تراه، فاتفقا على مقابلة في أحد المقاهي بمنطقة شبرا. وفي اللقاء شكت رشا لمحمد حياتها الزوجية وأخبرته أنها سترفع قضية خلع، في حين قص عليها محمد قصته وقال أنه كان متزوجا وعنده ولد، وبعد ساعتين انفصلا وكل منهما رجع إلى بيته. وبعد هذه المقابلة طلبت رشا من محمد أن تتعرف على أهله وترى بيته، فذهبت معه إلى طنطا وعرفها بأهله بأنها مطلقة وسيتزوجها. وفي ذلك اليوم حدثت بينهما علاقة غير شرعية، ومن ذلك اليوم أصبحت علاقتهما أكثر تجاوزا، وكانا يتقابلان إما في بيت محمد أو في شقة رشا التي أعطته نسخة من مفتاح بوابة العمارة وكذلك مفتاح الشقة. واستمر هذا لمدة شهرين حتى قرر التخلص من حسين ليتزوجاه، وقام بتخطيط كل شيء. اتفق محمد مع صديقه كريم على المساعدة في الجريمة مقابل مبلغ مالي، وفعلا تم تحديد يوم التنفيذ. وفي فجر يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أغسطس سنة 2018 ذهب وكريم إلى ورشة حسين، ولكنها كانت مغلقة، فاتصل محمد برشا فأخبرته بأن حسين عاد إلى البيت، وطلبت منه أن ينتظر حتى ينام. وعند الساعة 8 صباحا أرسلت إليه رسالة تخبره فيها بأن زوجها نائم، فذهبا إلى العمارة، وقام محمد بفتح البوابة بمفتاحه. وعند وصولهم إلى الشقة وجد الباب مفتوحا لأن رشا كانت في الانتظار. توجها الاثنان نحو غرفة النوم حيث كان حسين نائما على سريره، فقام محمد بالإمساك بعصا خشبية وضربه ضربة قوية على رأسه، فاستيقظ حسين فزعا ووقف أمام السرير وهو ينظر إليهما متسائلا بعينيه عما يجري. وبينما هو يحاول الاستغاثة وينادي على أحد ينقذه هجم عليه وبدأ في تكبيله. قام محمد بكبت فمه حتى لا يصدر منه صوت، في حين كان حسين يقاوم بكل ما أوتي من قوة. وفي تلك اللحظة أخرج محمد سكينا من جيبه وبدأ يطعنه بها بكل قوة طعنة تلو الأخرى. وبالرغم من كثرة الضربات لم يستسلم حسين وظل يقاوم، فقام محمد بإخراج بكرة لاصق وبدأ يلف جسد حسين بها كاملا من أطراف أصابع قدمه حتى رأسه. وبعد أن انتهيا من جريمتهما البشعة قامت رشا بتسليمهما النقود التي كانت في الدولاب ومصاغها الذهبي وكذلك شاشة التلفاز ليبدو الأمر كأنه حادث سرقة. وبعد أن بعثروا الأثاث في كل زاوية في الشقة جلسوا في الصالة وشربوا الشاي والدخان كأنهم لم يقتلوا إنسانا قبل قليل. ثم ولكي يبعدوا الشبهة عن رشا قاموا بتكبيلها ووضعوا لاصقا على فمها ثم غادروا الشقة. وفي تلك اللحظة كان حسن ابن رشا قد استيقظ من نومه وشاهد كل شيء، فخافت رشا أن يكشف الأمر فقامت بتهديده ولقنته ما يقوله للجيران والشرطة، وأوصته أن يتمثل الدهشة والخوف. وبعد أن تأكدت من أنه حفظ القصة جيدا أرسلته ليطلب النجدة من الجيران. قرر المحققون إعادة استجواب الطفل حسن، وفي هذه المرة قال الحقيقة الكاملة. قال: خفت من أمي فلم أقل الحقيقة في المرة الأولى. وهنا سقط فتار الجريمة وتبين كل شيء، وتم القبض على محمد وكريم، ووجهت التهم لرشا بالتخطيط والتحريض والمشاركة في القتل. وبذلك كانت النهاية مأساوية لحسين الزوج الذي عاش في صمت ومحبة ومات غدرا على يد زوجته التي لم تحب